المأمون بعت رسالة عفو، رسالة مختومة بولكن. اللي معرفش يموت مش هيقعد في بشمور ساعة زيادة. ما هو أصل بشمور خلاص أرضها بقت مزروعة ملح وريحتها دم مخلوط بريحة لحمنا المشوي. بعد ما العباسيين هرسوا معظم أهالي بشمور سحبوا اللي حظه وحش ومعرفش يموت، سحبوه زي الذبيحة اللي بيجروها من الزريبة للسلخانة. 5000 أسرة اتشحنوا في مراكب على العراق، مات منهم في الطريق 2000 مصري، واللي معرفش يموت كان حظه وحش قوي، لأنه هيقضي اللي باقي من عمره غريب في بلاد غريبة، يدور على مطرح جديد يزرع فيه نفسه. وقبل ما المركب توصل كان في خرائط جديدة بتترسم وعقود بتتختم وأوامر بتيجي من عند الخليفة بأن أراضي بشمور تتوزع على بدو قبيلة ربيعة. ودي ما كانتش صدفة، بالعكس ده كان امتداد منطقي وطبيعي لسياسة عباسية ممنهجة. الخليفة المأمون ما اخترعش العجلة، هو بس بيكمل سياسة بدأها أسلافه. كل ما منطقة صوتها يعلى حبتين، كل ما شعب يفكر بس إنه يرفع راسه، الرد ما كانش قتل وذبح وحرق بس، الرد كان بيبقى ابعت يا ابني هات لي كام جبيلة تستوطن وتحتل المكان، تتوزع الأراضي، تتغير الخرايط وتشال اسم القديم وتحط بداله ختم الخليفة، زي ما حصل في نجد بعد تمرد بني نمير، وزي ما حصل في خراسان بعد رافع بن الليث، وزي ما حصل في أرمينيا والراي وجرجان. المأمون ما عملش جديد، بس فعل دستور العباسيين في التعامل مع الثورات، يمسح أصحاب الأرض بأستكته ويخلق تركيبة سكانية جديدة. الخرايط ما كانتش بس بتحكي عن الناس اللي اتفحمت، كانت كمان بتحصر مين اتبقى، مين اتباع، ومين لسه هيتباع. في بردية من برديات الفيوم بنلاقي سمسار عباسي بيدي تمام بسلب ونهب أراضي بشمور بعد ما طرد أهالينا منها، وخلاص دخلت بشمور في أملاك الخلافة العباسية.